لو لسه بقى بتاكلي الجمبري مقلي ومشوي كل الكلام ده، لا انسي ده كله وتعالي اوريكي بقى الوصفه دي، بجد تحفه التحفه، خطيره جدا يا بنات، وطعمها في حته تانية خالص، ولا الصوص اللي بيقع منها ده. جبت كده الجمبري زي ما انتم شايفين، شايله سلسله الظهر، وهحط له التتبيله بتاعتي الخاصه بيا اللي انتوا كلكم عارفينها، اللي هي توم وفلفل احمر، وكمان ملح وكمون وكزبره وشويه شمر وليمون وشويه خل. في طاسه على النار حطيت كده حته زبده، الوصفه بتاعتنا النهارده ما ينفعش معاها ولا زيت ولا سمنه، ينفع معاها الزبده بس. مكعب زبده زي ما انتم شايفين. وجبت بقى الجمبري بعد ما سبته ربع ساعه في التلاجة ياخد ويدي بشكل ودي مع بعضيه. هنزل عليه بيه بقى كده على الزبده، وهاخده تشويحه حلوه كده. اول ما ينزل الميه بتاعته اللي انتم شايفينها دي، تعالوا بقى نحط عليه ايه؟ طماطمية متقطعة، قرنين فلفل كده ألوان، وكمان بصلاية مبشورة، متبلين برضو بخلطة السمك. يا خبر أبيض، وسيبهم كده على نار هادية ياخدوا يدوا مع بعضيهم، حاجة كده قمر. انسي بقى أي طعم جمبري دقتي في حياتك.